بتبتدي أحداث فيلمنا في عام 1968، وكان في عيد الهالوين. وبطلة الفيلم بنت اسمها استيلا، وبتتمشى بدراجتها، وأبوها بيقول لها هتخرجي الليلة مع أصحابك، وبتقول لأصحابها إنها مش عايزة تخرج. وصاحبها تشارلز أو تشاك بيقول لها إحنا مش هنلعب، إحنا هننتقم، وقابلينا الساعة 7 النهاردة بالليل. وصاحبهم التاني اسمه أوغي بيتفق معاهم، ودول الشباب الجلسة. وكان البطل بتاعهم اسمه تومي، اللي أصحاب ستيلا عايزين ينتقموا منهم. بيفضلوا يضربوا خيال المآتة هارولد، وبيتقابل تشاك وأوغي وبيركبوا دراجاتهم، وبيكونوا لابسين لبس الهالوين، وستيلا بتلبس لبس الهالوين بتاعها كمان. وبيتقابل الثلاث أصدقاء، وبيلاقوا عربية تومي وصحابه جاية، وبيقفوا على جنب، وتشاك بيحدف عليهم كمامة، وكمان بيحدف عليهم نار، وبيكتشف ان اخته روس معاهم، وبيعملوا حادثة، والتلات اصدقاء بيهربوا، وتومي وصحابه بيجروا وراهم لغاية ما التلات اصدقاء بيدخلوا سينما السيارات، لغاية ما ستيلا بتدخل عربية الشاب دوت، واصدقائها كمان بيدخلوا معاها. وصاحب السيارة بيقول لها اصحابك مزعجين، وبيتعرفوا عليه وبيكون اسمه رامون. وبيجي تومي عند رامون، ورامون بيقول له ابعد عن عربيتي، وفعلا بيمشي. وستيلا بتقول لرامون مش عايز تشوف بيت مسكون، وفعلا بيروحوا الثلاث اصدقاء ومعاهم رامون للبيت المسكون. وستيلا بتقول ان البيت دوت مغلق من فترة كبيرة، لما كان في اطفال كتير اختفت، وبيقدروا يدخلوا من سلك السور، وبيلاقوا قفل، ورامون بيفتحوا بطريقته. وستيلا بتقول ان عيلة بيلوس هي صاحبة البيت، عندها سر بان ليهم بنت واسمها سارة، وكانت عيلتها حبستها في البيت، والعيلة مسحت صورة البنت من كل الصور، وحتى يومنا ده محدش لاقى صورة سارة خالص. والأطفال كانوا بيسمعوا سارة وهي بتحكي القصص من خلال الجدران، وكانت بتحكي قصص مخيفة جدا. وبعض الأطفال ما رجعوش تاني للمنزل، وأطفال كتير ماتوا حوالين البلدة بالسم زي ما بيقولوا وزي ما بنسمع. وقبل ما يمسكها أهالي البلدة، سارة شنقت نفسها بشعرها. والأسطورة بتقول لو جيت بيت عيلة بيلوس في الضلمة وطلبت من سارة إن هي تحكي لك قصة، ديت هتكون آخر قصة ليك. ولقوا باب مقفول وبيقدروا يفتحوه، وتشاك بيستخبى جوه دولاب من أوغي، وبيلاقي الغرفة اللي هو فيها بقت منورة فجأة، وبيلاقي ست عجوزة قاعدة وجنبها كلب كبير، وبيحس ان الست العجوزة شافته، فبيستخبى كويس جوه الدولاب. وفجأة الغرفة بتضلم تاني، وفجأة صاحبه بيفتح الدولاب، وتشاك بيتخض وبيقول فين الست العجوزة والكلب، وبيجري وينده على ستيلا ويقول لازم نخرج لازم. وفي نفس الوقت رامون بيولع الولاعة، وستيلا بتقول حبسوها هنا، وبتكمل انها اكيد سارة قعدت هنا وحكت القصص للأطفال من خلال الجدران. وستيلا بتمسك كتاب قديم ومكتوب عليه كتاب سارة بيلوس، وبتقول ده كتابها عن القصص المرعبة والمخيفة، وإنه كتب بدماء الأطفال. وتشاك بيزعق لها ويقول لها الأطفال ماتوا وهم بيسمعوا القصص دي، ويقول لها رجعي الكتاب ويلا نمشي حالا من هنا. مرة واحدة الشمعة والولاعة بيطفوا لوحدهم، وبيكون تومي على باب البيت المسكون ومعاه صحابه وروس أخت تشاك، وبيطلب منها تفتح الباب. ولما بتفتحه بيزقها جوه المنزل المسكون وبيقفل الباب عليهم. وستيلا بتطلب من سارة إن هي تحكي لها قصة، وبيسمعوا صوت مخيف. ولما بيقربوا ناحية الباب، الباب بيفتح لوحده. ولما بيطلعوا بيلاقي رامون عربيته متبهدلة وعطلانة بسبب تومي وصحابه طبعا. فستيلا بتعزمه يجي معاها البيت ويقعد في البدروم لغاية الصبح، وبتقوله هنمشي قبل ما بابا يصحى من النوم. وبتدخل رامون بالراحة وبيقعد على كنبة للصبح. وستيلا بتفتح كتاب سارة وبتلاقي قصة هارولد خيال المآتة، وبتحط صباعها على الكتابة بتتمسح كأنها لسه مكتوبة حالا، وبتقرأ إن تومي بيكره خيال المآتة ده طول حياته، وبياخد بيض عشان يحدفه على هارولد. وفعلا بيكون تومي في نفس الوقت معاه بيض، ولما بيروح لخيال المآتة ما بيلاقيهوش في مكانه، ومرة واحدة بيلاقيه قدامه. فبيتخض تومي وبيقع على الأرض، وهارولد بيتحرك وبيطارد تومي، وتومي بيجري منه. لكن فجأة تومي بيلاقي هارولد قدامه وبيضربه في بطنه بسلاح، ووش تومي بيتحول لقش كأنه خيال مآتة بالظبط. وتاني يوم ستيلا بتحكي لاصحابها على القصة ان ظهرت فجأة
وبتعرف ان تومي ما جاش النهارده المدرسه، فاصحابها بيقولوا المفروض ما كنتيش اخدت الكتاب. وبتروح ستيلا عشان تطمن على تومي وتشوف خيال المآتة في مكانه ولا لا، لكن بتلاقي هارولد لابس لبس تومي. وساعتها بتسأل نفسها مين اللي كتب القصة وازاي القصة اتحققت بالفعل. وستيلا بترمي الكتاب، واخت تشاك بيطلع لها حباية حمرا في وشها. ورامون بيلاقي الكتاب تاني عند ستيلا وبتسأله انت اللي جبته؟ فبيقول لها لقيته على الرف عندك. وبتقول ازاي جه هنا؟ وبتفتح الكتاب وبتلاقي ورقة بيضة وقصة بتتكتب لوحدها في الكتاب، قصة اسمها صباع القدم الكبير. وبتخاف وبترمي الكتاب على الارض، والقصة ما زالت بتتكتب. وكل ما تقطع الورقة بتلاقي الكتابة مستمرة على الورقة اللي وراها. وبتعرف ان القصة عن اوغي صاحبهم، وفي نفس الوقت بيكون اوغي جعان وبيسخن اكل. وستيلا بتحذره انه ما ياكلش حاجة لكن برضه بياكل. ورامون بيحذره برضه وبيزعق له ويقول له القصة بتتكتب لوحدها عنك دلوقتي. وبرضه اوغي بياكل وبيلاقي حاجة في بقه كبيرة، ولما بيطلعها بيلاقي صباع كبير فعلا. وساعتها بيرمي الاكل وبيتف الاكل من بقه، وبيلاقي شبح عند الباب، شبح ضلمة واقف في الضلمة وبيجري على اوضته وبيستخبى تحت السرير. مرة واحدة حد بيشده وبيلاقي شبح مخيف جدا وبيصرخ في وشه، والشبح بيشده وبيختفي اوغي للابد. وبتروح ستيلا ورامون على بيت اوغي وبيدوروا عليه وبيلاقوا اثار ضوافره على الارض. وستيلا بتبكي عشان اوغي اختفى بسببها، وكل اصحابها بيكونوا خايفين بعد اختفاء تومي واوغي. وبيوصلوا ان اللي قصته بتتكتب بيكون قصة موته. وستيلا بترمي الكتاب تاني ورامون بيولع فيه وبرضه الكتاب ما بيتحرقش. وستيلا بتدور على معلومات عن سارة، وبتعرف ان عيلتها طردت الخادمة سيلفي بعد انتحار سارة، وبيتهموها بتعليم بنتهم السحر الاسود. وبيعرفوا انها شنقت نفسها سنة 1898، وبعد سنة عيلتها رحلت واختفوا تماما. وستيلا بتفتح الكتاب وبتلاقي فيه قصة بتتكتب عن الحباية الحمراء، وبيعرفوا انها قصة اخت تشاك روس، وبيجروا عشان يلحقوا روس. وفي نفس الوقت بتكون روس وراها حفلة، وبتكون البقعة الحمراء اللي في وشها بتوجعها وبتكبر قوي وشكلها مش حلو، وبتحاول تداريها. وبيوصل الأصدقاء عند روس وبتكون الحباية كبرت أكتر وبيخرج منها حشرات كتير، وروس بتصوت وبيحاولوا ينقذوها. وستيلا ورامون بيوصلوا لبيت الخادمة، وبتكون بنت الخادمة سيدة عجوزة. وستيلا بتقول لها معانا كتاب سارة، وكانت زعلانة على سارة وبتقول كانت قاعدة لوحدها في الضلمة. وستيلا بتسألها هي امك علمتها السحر الاسود فعلا؟ وقالت لا طبعا. وبتقول لهم المفروض ما كنتوش اخدتوا الكتاب، هي كده غضبانة منكم وغضبانة قوي. وبيعرفوا منها انها شنقت نفسها في المستشفى مش البيت زي ما الناس بتقول. وستيلا بتقول الحقيقة في سجلات المستشفى، وفعلا بيروحوا المستشفى اللي كانت محجوزة فيها سارة وبيسألوا على ملف سارة، وبيفهموا الممرضة عشان ده مواجب مدرسي مطلوب منهم. وموظف بيعرفهم ان الملفات في الغرفة الحمراء، وبيجروا عشان يروحوا الغرفة الحمراء. وتشاك بيخاف يروح معاهم عشان هو حلم قبل كده بالغرفة الحمراء ديت، وبيحاول يهرب وبيدخل مكان والموظفين بيندهوا عليه لكن بيجري منهم. وبيوصل ستيلا ورامون للسجلات وبيعرفوا ان سارة كان عندها بهاق، ومن الاطباء المشرفين عليها اخوها. وبيلاقوا اسطوانة سودة من الشمع وبيكون مسجل عليها صوت المريضة سارة والدكتور. وبيسمعوا انت هتقول الحقيقة يا سارة؟ فهي بتقول انا ما اذيتش حد من الاطفال. وتقول له انا اختك. والدكتور اخوها طبعا بيقول لها انت سممت الاطفال؟ وهي لا طبعا انا كنت بحاول انقذهم. وبعدها سارة بتقول انا هقول لك اللي انت عايز تسمعه. وفجأة بتغير الكلام وبتقول تشاك عنده حلم في الغرفة الحمراء، وفي ست شاحبة اللون وعينها سودة وشعرها اسود وطويل وضخمة. وستيلا بتفتح الكتاب وتلاقي اللي سارة بتقوله في التسجيل بيتكتب، وفعلا في نفس الوقت بيكون تشاك في مكان عبارة عن طرق ممرات كلها اضاءتها حمراء، وبيظهر سيدة مليانة وسمينة وشعرها اسود وعينيها سودة وضخمة. وبيحاول تشاك يهرب، وكل ما يجري في طرقة يلاقيها قدامه لغاية ما بتمسكه وبتحضنه جامد لغاية ما بتبلعه في بطنها.
وبيوصل ستيلا ورامون لكن ما بيلاقوش حاجة، وبيلاقوا ألمه بس. والبوليس بيقبض على ستيلا ورامون، والضابط ما بيصدقهمش وكمان بيحبسهم. وبيفتح الضابط الكتاب وبيلاقي قصة بتتكتب حالا بشخصية اسمها دوتي ووكر، والإضاءة بتترعش. والضابط بيسأل ستيلا انت اللي كتبت القصة ديت؟ والنور بيقطع، والضابط بيلاقي الكلب بتاعه واقف زي الصنم عمال يبص على باب في الضلمة. وستيلا بتقول للضابط خرجنا حالا، احنا كلنا في خطر. ورامن بيقول لستيلا ده دوري، قصة الراجل والغضبان. وبتيجي راس لراجل بتقع قدام الضابط، والضابط بيضربها بالرصاص لما بتتكلم. وبعدين بيجري ايادي ورجول وبتتجمع على شكل راجل مرعب جدا وبيقتل الضابط. وبعدها بيهجم على الزنزانة بتاعت ستيلا ورامون، لكن ستيلا بتقدر تاخد مفتاح السجن من جثة الضابط وبتقدر تهرب. وتهرب رامون في اخر لحظة، وبيجروا بسرعة وبياخدوا الكتاب. ورامون بيقول لها روح للبيت المسكون وقول الحقيقة لروح سارة عشان اللعنة ديت تنتهي. وبيركب عربية البوليس، والراجل الغضبان بيجري وراه بأقصى سرعة، وفجأة بيلاقيه قدامه على الكبوت بتاع العربية. فرامون بيدوسه وبيخبطه في شاحنة كبيرة، وبينزل رامون وبيهرب. لكن الراجل الغضبان بيعرف يسلك نفسه وبرضه يهرب. وستيلا بتروح بيت سارة وبتنده عليها وبتقول لها لازم ما تحكيش قصص تاني، وتقول احنا ما عملناش حاجة ليكي وحشة، واحنا عايزين نساعدك وعارفين ان انت بريئة وان انت ما سممتيش الاطفال. وفجأة البيت كله بينور لوحده، وبيوصل رامون في نفس الوقت وبيكون البيت مظلم. وبينده على ستيلا لكن هي ما بتسمعوش. وبيلاقي الكتاب مرمي على الارض، وبيلاقي قصة البيت المسكون بتتكتب، وبيلاقي اسم ستيلا فيها. وبيطلع على السلم جري وبيدور على ستيلا، والراجل الغضبان برضه بيجري وراه وبيدخل البيت. وستيلا بتستخبى وبتلاقي حد بيدور على سارة في كل مكان، وبتلاقي صورة سارة وعيلتها، وبتلاقي الخدامة سيلفي بتشاور تحت ترابيزة السفرة. وبتنزل ستيلا تحت السفرة، لكن اخو سارة بيمسكها ويقول لها تعالي يا سارة، واخوها التاني بيشدها معاه. ونضارتها بتقع وتقول انا مش سارة. وبتشوف ست عجوزة لغاية ما بيحطوها في غرفة مظلمة، وبتلاقي سارة قاعدة في الضلمة وبتكون مخيفة ومرعبة جدا. وسارة بتقول عندي ليكي قصة، عندي ليكي قصة. لكن ستيلا بتقول لها انت اللي لازم تسمعي القصة المرة دي. وبتقول لها انت الضحية ودلوقتي اتحولت لوحش وخطفتي اصدقائي. وبيظهر الوحش الراجل الغضبان في السقف اعلى رامون، وبتسمع رامون بينده عليها وبتقول لها هتخطفي ده كمان؟ ده اخر صديق ليا. وستيلا بتقول لسارة اللي عيلتك عملته هم اللي بيتحملوا خطأهم، وتقول لها لازم توقفي الغضب. وسارة تديها قلم وتقول لها استخدمي دمك كحبر واكتبي. سارة كانت بريئة وكانت شجاعة واتدمرت واتأذت كتير من عيلتها. وستيلا بتقول لها هقول قصتك لكل الناس. مرة واحدة الوحش الغضبان بيختفي، وستيلا بتلاقي رامون وبتقول اللي اتعلمته من سارة هو عدم الاستسلام. وستيلا كتبت قصة سارة وحكتها لناس كتير، وفي ناس صدقتها وناس ما صدقتهاش. ورامون بيودع ستيلا وبيقول لها هتكتبي لي رسايل؟ فقالت له اكيد كل يوم هكتب لك. وتشاك واوجي ما زالوا مفقودين، واكيد في طريقة لارجاعهم. وبكده يكون ملخصنا خلص. لو عجبكم يا ريت تشتركوا في القناة وتضغطوا على لايك وتكتبوا كومنتات. سلام.